والله العظيم يا برنس، انا مش عارف اقول لك ايه عشان ابو الاغرام. يا ابو الاغرام، يا ابو الاغرام، ايه يابا. انا مش عارف يعني. ابو الاغرام الدنيا كلها بتحبه. نادي الزمالك الدنيا كلها بتحبه هناك في السعوديه. بيقولوا له خد يا باشا، خد صفقات واحنا كمان هندفع لهم الفلوس. واحنا كمان هندفع الفلوس بس خدهم. يا ابو الاغرام علاقاتك واصله، علاقاتك واصله ومعديه يابا. هنتكلم يا برنس عليها. صفقه نادي الزمالك، ده مهاجم يا باشا، ده مهاجم ومهاجم عالمي ومهاجم برازيلي. ولكن هنتكلم في مواضيع عشان في كارثه عندنا، في كارثه، في مصيبه عندنا في الاهلي، في مصيبه، دي مصيبه وكارثه. لازم بقى نقعد ولازم قعده عرب، قعدة عرب يا رجاله. عشان في رجاله حرفيا يا شناوي يا شناوي. يعني انا مش فاهمك، انا مش فاهمك. خلاص يا اسطى، مفيش ايد سخنه مولعه. هنتكلم يا برنس على حاجات جامده جدا جدا في فيديو النهارده وشويه اخبار في نادي الزمالك. وهنتكلم برضو على مواضيع وليلة وحاجات وحوارات في الاهلي، عشان الناس اللي كانت مفكره ان النادي الاهلي ده نادي مفيش منه اتنين، نادي ما بيغلطش، نادي ما فيهوش مشاكل، نادي ملاك. واحنا عندنا والله العظيم كل حاجه. يعني بس انا فكره اللي في ناس متصدر لها ان الاهلي ما فيهوش اي حاجه. لا لا، ما فيهوش، الاهلي ما بيغلطش. فهنتكلم على المواضيع دي كلها يا برنس. ولكن بعد اذن اخواتي وحبايبي نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. ما تنساش يا برنس انك تنزل تعمل اللايك بتاعك كده وصلي على سيدنا محمد عندك في التعليقات. ولو انت اول مره تشوفنا فبعد اذنك اشترك معانا في القناه. ولو انت بتتفرج علينا ومش مشترك في القناه فبرضه بعد اذنك اشترك في القناه وفعل زر الجرس دي يا برنس. بص بقى يا برنس، كلمه عاوز الحق يا ابني ولا ابن عمه؟ عاوز الحق ولا ابن عمه؟ في لعيبه في فرقه النادي الاهلي تمشي، تمام. اداره النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي حرفيا البخل ده نفكك بقى، فكك من حوار البخل ده بقى. انا بقيت قاعد مصدوم، بقيت قاعد مصدوم حرفيا في حوار الصفقات، تمام. ننقل الناحيه الثانيه عند نادي الزمالك. عندي نادي الزمالك، نادي الزمالك لو جيت بصيت عنده، تمام، هتقول ايه ده؟ هتقول ايه ده؟ الناس دي عايشه ازاي؟ يعني مع احترامي ليهم، ليه بقى؟ نادي الزمالك عنده مشاكل ماديه، مشاكل عقوبات على اللعيبه بسبب اخطاء اداريه. يعني الاداره الحاليه هي مش السبب في كل اللي حصل ده، تمام. تخيل انك نادي الزمالك في كل اللي هو عايش فيه ده وهو بيحاول حرفيا ان هو يبقى في استقرار. ونادي الزمالك حرفيا والاداره الحاليه لو هي معاها فلوس هي هتحل الليلات بتاعتها دي كلها وهتريح دماغها، تمام. ولكن احنا الناحيه الثانيه في الاهلي معانا فلوس واكبر ميزانيه موجوده في الكوكب وكل الكلام اللي احنا بنسمعه ده، بس حرفيا في مشاكل، في مشاكل. عشان في حاجات في ناس بتصدر لك كده ان الاهلي ما فيهوش مشاكل والزمالك المليان مشاكل. دي الحقيقه وده ارض الواقع. سيبك من الكلام اللي بيتقال، بس ده ارض الواقع، الواقعي، تمام. ان الناس كلها تصدر لك ان الزمالك مليان مشاكل وتجديدات عشان تبعد ان الاهلي ما عندوش حاجه. ولكن الاهلي هو اللي عنده، الاهلي هو اللي فيه المشاكل. نادي الزمالك فيه مشاكل بس حرفيا احنا عندنا مشاكل. مشكله اكرم توفيق، مشكله الشناوي ما بيقعدش دكه لمصطفى شوبير، مشاكل في اوضه اللبس، تمام، مشاكل في حوار الصفقات، تمام، مشاكل في حوار كولر اللي عمال يعاند مع الاداره عشان يجيبوا له الصفقات. كولر قرب يجيبنا الارض. كولر يعني مش بيطلع يتكلم، لا يا باشا انا هلبس الفرقه كلها في الحيط، هيلبسنا كلنا في الحيط. انت متخيل ان الشناوي كسر سلسله اللا هزيمه في افريقيا بسبب ان ايده كانت ورا ظهره، ايده ما كانتش معاه، الكوره كانت سخنه. يا شناوي، يا شناوي. يعني انا مش عارف مين قال عليه حارس مصر الاول ده، انا مش عارف، انا مش عارف. هو يا عم يعني والله على رئيس لماد والله. يعني انا لسه بسمع الفيديو بتاعه امبارح، يقول لك ايه، الناس بتقول لك لا ده شايل النادي، شايل النادي على كتافه. شايل النادي ايه على كتافه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ مصطفى شوبير ده يعمل ايه؟ ما هو ده يثبت لك ان في ظلم في الفرقه، تمام. دول كلمتين بس كانوا محشورين عندي انا والله العظيم. صفقه النادي الزمالك هي صفقه من الصفقات اللي حرفيا هتقلب الدنيا. صفقه ايه؟ فيرمينيو. تقول لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عم؟ ده فيرمينيو. اي والله، اي والله. مش انا اللي قال ده، ده برنس اعلامي اسمه عصام،
يعني اسمه عصام يا برنس، كان طالع مع ابراهيم عبد الجواد وقال لك ان فيرمينيو، طلع ان امبارح برضو كان كابتن احمد سليمان كان طالع على قناه نادي الزمالك قال لك كان في صفقه مهاجم كان عالمي وبرازيل بيلعب في السعوديه وكان هيجي نادي الزمالك. ولكن الميزه بصفقه فيرمينيو ده ان نادي الزمالك مش هيدفع فيه جنيه مش دولار، جنيه. ليه بقى؟ ان نادي اهلي جده عاوز يجيب لعيب تاني، وحوار المحترفين والكلام ده كله لازم يطلعوا لعيب من عندهم. فاداره اهلي جده بدات التواصل مع نادي الزمالك، علاقات نادي الزمالك واصله عاملين خط للسعوديه. شفت قصه صفقه مشلاك ان احد السعودي دفع نص الراتب ونادي الزمالك دفع نص الراتب بتاعه؟ لا، المره دي بقى نادي اهلي جده هيدفع كل الفلوس او لمده الست شهور. خلي بالك ان هم قايلين لنادي الزمالك هياخدوا فيرمينيو لمده 6 شهور، مده 6 شهور فقط لا غير. تمام. ونادي اهلي جده يعني هيبقى مكلف بكل مصاريفه بقى، هو ياخد اللاعب يلعب عنده، ده فيرمينيو. تمام. تخيل بقى فيرمينيو ده لو عجبه نادي الزمالك بقى واشتغل بقى وبقى يجيب اهداف، يا سلام يا ابو الاغرام. علاقاتك انا ما بحسدش والله العظيم يا جماعه، والله العظيم ما بحسد، بس ابو الاغرام بعلاقاته وهو ماشي باستراتيجيه مختلفه تماما. صفقات انا قلتها لك بتجيله من عند ربنا، هو السالك ربنا بيكرمه. خد يا ابني، خد صفقات، خد انت فاهم. فصفقه فيرمينيو ديت يا برنس من الصفقات اللي عارفين اللي هتقدر تقول عليها لو تمت هتبقى صفقه قويه جدا جدا لنادي الزمالك، وهتبقى ايه، مش دي القطعه الناقصه، دي القطعه كلها، دي انت تحطه كده. تمام. فدي الصفقه مع ان نادي الزمالك شغال على صفقه جناح اجنبي، فحرفيا كده هتبقى ايه، شبعت مع ابو الاغرام و100 فل و14 يا باشا. تمام. عندك طلب جروس من نادي الزمالك التعاقد مع مين؟ مصطفى محمد. قال لهم انا عاوز مصطفى محمد. القصه هنا ماشي في موضوع مصطفى محمد، هي قصه ايه؟ ركز معايا، الاعاره. اداره نادي الزمالك بيحاولوا ان هم يخلصوا مصطفى محمد بنسبه يعني تتخطى 60% ان هم يجيبوه اعاره، ويبقى كده يا باشا عندك مهاجم اجنبي وعندك مهاجم مصري زي مصطفى محمد. ان جروس قلتها لك مش مقتنع بالجزيره، مش مقتنع بالناس ديت، فهو عاوز مهاجمين وعاوز الكاركتر بتاع مصطفى محمد ده. ولو جت صفقه فيرمينيو عادي يا باشا، اتفضل. تمام. فانت بتتكلم كده ان نادي الزمالك بيستعد للموسم الجديد او في بدايته ده. يعني خلي بالك احنا لسه الموسم مش يعني لسه في بدايته، احنا لاعبين في الدوري المصري 7 جولات، فانت لسه معاك يا باشا 26 جوله، ولسه افريقيا، ولسه كونفدراليه، ولسه كاس مصر، ولسه فانت تقدر تقول كده في بدايتها. تمام. فهي دي صفقات نادي الزمالك. وخلي بالك صفقه فيرمينيو ديت هتقلب الدنيا ان هي ممكن تتم، ولكن خلي بالك النقطه دي ان هي واقفه ان نادي اتحاد جده، خلي بالك دي ان نادي اتحاد جده يجيب صفقه، لو جت دي فضل خده. تمام. الموضوع الثاني معانا هو بنتايج خلاص يا برنس مع نادي الزمالك لمده 4 سنين. نادي الزمالك فعل عقده خلاص يا باشا. فانت بتتكلم كده ان نادي الزمالك فعل عقد بنتايج، وحرفيا بنتايج خلي بالك اللي انا عرفته ان جروس هيبدا يستخدم بنتايج ناحيه الشمال جناح، مش باك، هيبدا يستخدمه جناح. وحرفيا في اخر ماتش لعبه مع جوميز لعب ناحيه الجناح ديت كويس جدا. وحرفيا هو لعيب مجتهد ولعيب حرفيا لفت الانظار. تمام. عندك ان زيزو جاهز خلاص لمباراه المصري بكره، وزيزو يعني اول امبارح نزل بوست ان هو عنده برد والكلام ده كله، بعد كده امبارح نزل ان عربيته اتخبطت، فتحس ان زيزو داخل في دوامه. ولكن زيزو خلاص جاهز بنسبه 100% لماتش المصري يوم الاحد باذن الله بكره، الماتش في بطوله الكونفدراليه، ماتش قوي جدا. نادي الزمالك لو كسب خلاص صعد رسمي من المجموعات يا برنس. وعندك برضو ان برنس يعني جروس هيبدا ان هو يدي الفرصه لمحمد صبحي في مباراه ابو قير للاسمده اللي هي هتبقى في كاس مصر. وعندك ان مصطفى الزناري بيقترب من انتقاله الى غزل المحله. خلاص دول كده ايه ملخص اخبار نادي الزمالك في الموضوع ده، ان مصطفى الزناري حرفيا ما قدمش اللي انت تقدر تقول عليه تعتمد عليه كنادي الزمالك في خط دفاع الفريق. صعب جدا مستواه
نازل، انت فاهم قصدي؟ فصعب ان حوار مصطفى الزناري يا برنس. اما النادي الاهلي الصفقات يا كابتن خطيب، الصفقات مفيش حل تاني غير صفقات 3 4 3 4 غير كده مفيش. في هاشتاج طلع امبارح اقل من ربع ساعه، الهاشتاج بقى الترند رقم 1 على منصه اكس اللي هي تويتر، يعني شوف الناس ما تعرفش حوار اكس. فصفقات يا كابتن خطيب، حرفيا احنا محتاجين صفقات عشان نبدا نفوق يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك وتصلي على سيدنا محمد يا برنس. سلام.